السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة جديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم أحبائي الأعزاء وصفة خاصة بالنسبة لإزالة والتخلص نهائيا من الرائحة ديال القدمين أو الرائحة ديال الأحذية اللي كنرتديو، يعني كنلبسوا الأحذية ديالنا وكتبقى فيهم ديك الريحة الكريهه اللي كتسبب لنا بزاف ديال الاحراج. اليوم احبائي الاعزاء جبت لكم واحد الوصفه تقليديه، يعني بزاف تاع الناس كيعرفوها وتيتغاضوا انهم يستعملوها. هي مفيده بزاف وكتهنينا من هذيك الريحه اللي كتسبب لنا الاحراج، يعني رائحه القدمين اللي كتبقى عندنا في الاحذيه ديالنا او حتى بالنسبه للرجلين ديالنا. هاد الوصفه هذه مكون واحد اللي غنحتاجو فيه وهو ماده الشبه. هذه هي الشبه، اللي ما عرفاش هي هذا هو الشكل ديالها على شكل بلورات حجرات. هذا هي الشكل ديالها. كنصحكم احبائي الاعزاء دائما تاخذوا الشبه هكا، ما تاخذوهاش مطحونه، لان المطحونه كتكون فيها واحد الرطوبه، يعني كتفقد الفعاليه ديالها. تاخذوا الشبه بهذا الشكل هذا وتطحنوها وتحصلوا على البودره ديالها وتبداو تستعملوها، يعني 5 دراهم فهي كافيه لواحد المده طويله باش تخلصوا نهائيا من الرائحه اللي كتبقى لكم في الاحذيه او في القدمين ديالكم. طريقه ديال استعمال هذه الوصفه هذه لانها وصفه من التقاليد ديالنا والناس جميع الناس تقريبا كيعرفوها. بعض الناس اللي كيتفاداو انهم يستعملوها رغم انها مفيده بزاف وفات بزاف تاع الناس اللي كيعانوا من الرائحه الكريهه ديال الاقدام. طريقه ديال استعمال هذه الوصفه هذه، غادي ناخذوا الشبه ديالنا وغادي نديروها في الخلاط باش نحصلوا على البودره ديالها كيف ما كتشاهدوا. هذه هي البودره ديال الشبه. غادي نحصلوا على هذه البودره. الطريقه ديال الاستعمال، قبل ما نستعملوا هذه البودره ديالنا باش نحيدوا الرائحه الكريهه من الاحذيه ديالنا، ضروري احبائي الاعزاء يوميا فاش تجيو من العمل ديالكم ناخذوا واحد الوعاء فيه الماء دافي ومع القليل من الملح وملعقه كبيره من خل التفاح، ونديروا فيها الرجلين ديالنا لمده ديال نصف ساعه. ومن بعد احبائي الاعزاء نزولوا الرجلين ديالنا من داك الماء ونشفوهم مزيان، خاصه بين الاصابع اللي كتبقى فيهم الرطوبه نشفوهم مزيان. وإلا عندكم زيت الخزامه يمكن لكم تدهنوا بها الارجل ديالكم في الليل، او لا الا ما عندكمش زيت الخزامه يمكن لكم تدهنوا بزيت الزيتون ما بين الاصابع ديالكم وتنشفوا الاصابع ديالكم مزيان. وفي الصباح ان شاء الله فاش تبغيو ترتديو الاحذيه ديالكم يا ريت احبائي الاعزاء تاخذوا ملعقه من البودره ديال الشبه وديروها بهذا الشكل هذا في الحذاء ديالكم. ديروها غير بحال هذا الشكل سهله تخلي الحذاء ديالكم بحال هكا، تمروها باش تمشي لكاع الجوانب ديال الحذاء ديالكم بهذه الطريقه هذه. يعني قبل فاش تنشفوا الارجل ديالكم مزيان يا ريت ما بين الاصابع توضعوا واحد شويه ديال الاوراق ديال الحمام الرقيقه، يعني المنديل تاع بابي كلينيكس، تضيفوا واحد القطعه بسيطه ما بين الاصابع ديالكم ديال الارجل، خاصه الناس اللي كيعرقوا لهم رجليهم بزاف يمكن لهم ياخذوا واحد القطعه ديال كلينيكس ويقطعوها ويديروها ما بين الاصابع ديالهم ويلبسوا الجوارب ديالهم ويلبسوا الاحذيه واخا فيها الشبه مطحونه. بهذه الطريقه هذه الا استعملتوها لمده ديال 15 يوم باذن الله غادي تبداو تخلصوا من الرائحه ديال الاحذيه وحتى ديك الرائحه الكريهه اللي كتصيب الارجل ديالكم. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذه الوصفه هذه ديال الشبه. وبالنسبه للناس اللي عندهم العرق كتير بزاف يمكن لهم يستعملوا البودره ديال الاطفال قبل ما يلبسوا الاحذيه ديالهم او لا. وضروري دائما فاش تلبسوا اي حذاء يمكن لكم ضروري تستعملوا الجوارب، يعني التقاشر ديالكم، لان الا لبستوا الحذاء بدون جوارب فهو كتخليو داك الرطوبه كتولي عندكم فطريات وكتوليو تعانيوا من امراض اخرى بالنسبه امراض جلديه بالنسبه للارجل ديالكم. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هذه الطريقه هذه باش تخلصوا من الرائحه ديال القدمين والرائحه ديال الاحذيه بشكل طبيعي. واحد النصيحه قبل نهايه الفيديو، يا ريت فاش تزولوا الاحذيه ديالكم ما تحطوهمش، حطوهم في شي مكان مهواء يعني فيه اشعه ديال الشمس باش هذوك الرطوبه اللي في الاحذيه ما تبقاش في الاحذيه ديالكم. ما تدخلوهمش لي بلاكار حتى يتعرضوا لواحد
واحد التهويه عاد يمكن لكم ديروهم في لي بلاكار وديروا فيهم الشبه. بهذه الطريقه هذه الا استعملتوها غادي تلاحظوا بانكم تخلصوا نهائيا من مشكل رائحه الاحذيه ومشكل رائحه القدمين، وكتبقى دائما النظافه هي الوقايه هي الاولى. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انني ما نكونش طولت عليكم، وكنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، وتنضموا لي القناه وتشجعوني بلايك باش دائما نوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.